ليا مين؟ ليا مين غيرك يا بلدي؟ ليا مين؟ يلي علمتيني ايه معنى الحنين. انت اللي ارضك طيبة والغربة فيكي قريبة، وحنينا على قلبنا طول السنين. ماشيين يا بلدي سكتك، حريتك هي الطريق، بالصبر والرأي الجريء، بالحب يا بلدي ولادك مخلصين. وشرفك يا بلدي لا تبقي، حياتك هي عمري وقدرك هو قدري. حرية على طول الزمان، حب وسلام في أي مكان. وشرفك يا بلدي سحابة وتعدي، وبرضه انت بلدي مهما عملوا يا بلدي فيكي. احنا ليكي، احنا بيكي، ده احنا ياما خدنا منك. فيها ايه لو يوم نديكي. مساء الخير يا جماعة، أنا أحمد نبيل، وحبيت أسجل شهادتي على الأحداث اللي بتحصل في مدن القناة، وعلى حد الخصوص اللي بيحصل في بورسعيد. إحنا النهاردة يوم 30، واللي حصل معانا إن إحنا يوم 29 يناير اللي هو كان امبارح، طلعت أنا ومجموعة غير مسيسين تماما، ملناش أي علاقة بالسياسة، مواطنين مصريين. طلعنا بقافلة، القافلة دي اسمها قافلة لم الشمل، مكونة من 29 شخص. طلعنا على بورسعيد عشان نواسي اخواتنا هناك. لا احنا بندور على كرسي ولا على صحافة ولا على كرسي اقصد في البرلمان او الصحافة، ولذلك انا كمان مرضتش ان انا اتصور هناك، مرضتش ان انا حاجه شخصيه يعني ليا ان انا اتصور هناك، او حتى ان انا اعمل لقاء مع تلفزيون هناك. لكن حصل ان في التلفزيونات كانت مصره انها تعمل لقاء مع كذا حد، في كام حد غيري عمل لقاءات، لكن انا ما كنتش عايز اظهر خالص، لان دي حاجه لوجه الله تعالى. بمنتهى الامانه الناس هناك بتتدبح، اخواتنا في بورسعيد بتتدبح، والناس هنا هو في القاهره او في بقيه المدن الثانيه مش حاسه بده. انا عارف ان المشاكل كتير جدا، لكن الدم بقى عندنا واضح انه رخيص، بنسمع القتل بمنتهى السهوله. انا هتكلم بدايه كده لان انا ليا رؤيه في الموضوع. ليه كان الحكم يوم 26 يناير، مع ان العلم اوكي ان يوم 25 يناير ده تاريخ الثوره، المرور عليها دي تاني سنه لها. الحكم انا هتكلم عليه لانه مسيس. انا عارف انه المفروض محظور النشر في القضيه، لكن انا هتكلم على الحكم، وانا من حقي ان انا اتكلم على الحكم بحكم ان انا شخص مواطن عادي. انا بقول لكم ان الحكم مسيس وبالدليل.
انا مش بتهم حد، لكن انا كل اللي هقوله ان في تواطؤ اوكي من كذا حاجه. انا ما بتكلمش على القاضي نفسه طبعا، انا بتكلم على الداخليه، فيها تواطؤ وتعتيم وتغيير للحقائق للي بيحصل هناك، واكيد للاوراق اللي اتقدمت للنيابه. اتمنى النيابه تراجع الاوراق تاني من اول وجديد اوكي، بحيث هي الوحيده اللي لها طلب إعادة محاكمة أو طلب بحث تاني يعني في الحقائق. والله اللي أنا شايفه الصورة كاملة. اتحدد الميعاد بتاع يوم 26 علشان تحصل الشرارة اللي حصلت ديت، اللي هو كم الأمن اللي موجود في بورسعيد غير طبيعي. مش حقيقي ان مفيش امن ومش حقيقي ان الناس حاولت تقتحم السجن، لا لا لا، ده كلام كله مش حقيقي. ما كانش في محاولة لاقتحام السجن، كان في هرج ومرج، في ناس كتير قوي وفي بلطجية كتير قوي ماليين بورسعيد في الفترة ديت بيعتدوا على الامن. ممكن تصفية حسابات اللي زقهم الامن عشان ينتقموا من اهل البلد، بيقتلوا في اهل البلد. وطبعا كانوا يعملوا الشرارة الاولانية علشان تحصل احداث القنال. طبعا هم اتزقت في بورسعيد واتزقت كمان من يوم 25 في السويس علشان تحصل المحاصرة او حظر التجوال في الثلاث مدن دول، علشان في الاخر تبتدي بقى الامور تتصاعد اكتر فاكتر فاكتر. وفي الاخر يتم المخطط اللي حاصل دلوقتي، ان المشروع اللي هو بتاع القنال يتسلم لقطر، وحسبي الله ونعم الوكيل. انا هقدم فيديوهات، وانا اول مره ان انا اعمل فيديو، بس بقدم كمان معايا فيديوهات بستند اليها. في قناصه غير طبيعيه موجوده بورسعيد بتقتل في الناس الابرياء، ما بقولش في بلطجيه. لو انا قناص وموجود فوق الاسم عفوا فوق السجن، وشايف ان في حد ماسك آلي وبيضرب نار وانا اسمي قناص، انا بمنتهى البساطه هقنصه هو وخلصت. انما ما يبقاش في الاخر في 39 شهيد في بورسعيد. مولعين الدنيا. موتوا انا واقف قدام ايوه شايف النص بينشن ازاي؟ بينشن ازاي؟
يا ابن الوسخة. واو ولا حاجة ولا أي حاجة ولا حد بيكلمه حد. بالفيلم كله والعيال القضية. بس الدنيا خربان. نار أنا بالحي، خد بالك رصاص حي. ماشي، لو كده أي مستجدات هديك تليفون. ماشي. سيبها لله. ماشي حبيبي، ماشي. سلام. في نفس الوقت طيب ولو هفترض ان البلطجية حاولوا يقتحموا السجن، طيب مش عارف اقولها ازاي. طيب ما علينا. بتضرب ليه على المسيرة اللي كان فيها 28 شهيد؟ ايه سبب تواجد قناصة اصلا فوق النادي بتاع الشرطة؟ يعني انت لو عايز تأمن نادي الشرطة هتأمنه بقوات جوه، مش يعني جوه النادي بحيث ما حدش يقتحمه، لكن تحط قناصة فوق النادي ويا ريت واحد، ده في اكتر من 5 6 كانوا موجودين. ده على حسب ما انا هوريكم في الفيديوهات. مش حقيقي ان الداخلية بتقول اللهم صل على النبي، بتقول ان مفيش اطلاق نار حصل يوم الاسم منها، وان هي كانت تسليحها فقط بالغاز فقط. ده مش حقيقي، وبرضه هرفع لكم بالدليل ان في قناصة كانت موجودة فوق سطح السجن ابتدت تضرب عشوائي. ومن اخطر المعلومات اللي موجودة وخدتها من اهل بورسعيد وانا متأكد منها، ان تم قتل الضابط والعسكري قبل النطق بالحكم. طيب معلش، هو في احداث كتير جدا وانا فعلا متاثر بسبب الزياره ديت. انا من عشاق بورسعيد ومن عشاق اهلها، وعارف قد ايه هم رجاله. وكان وجعني قوي امبارح ان احنا كانت القافله بتاعتنا كانت لها كذا حاجه هتعملها، ان احنا هنروح المستشفى الميري وهنقدم المساعدات اللي ربنا يكرمهم طبعا الناس اللي جابت المساعدات. وبعد كده هنطلع نصلي صلاه الجنازه على الشهيد الاخير اللي كان عندهم. طبعا ده لغايه امبارح انا ما اعرفش ايه الاحداث النهارده اللي حصل، هل توفى حد ولا لا. ثم بعد كده هنزور اهالي الشهداء بتوع بورسعيد كلهم. طبعا ده كان البرنامج بتاعنا. للاسف والاول مره ادخل بورسعيد، وانا كنت قائد المجموعه، ومش قائد عشان انا قائد عليهم او انا حابب الكلمه دي، لكن هم الناس امنوني الموضوع دوت. وكان حكم القائد انه لازم يتحمل مسؤوليته في تامين الناس اللي معاه وسلامتهم، وخاصه ان احنا كان معانا ستات كتير ومعانا طبعا مجموعه من الشباب والرجاله. اللي حصل ان احنا ابتدت تحصل بعض الاحتكاكات طبعا، وانا مقدر تماما ده، انا صعب عليا جدا ووجعني، بس في نفس الوقت انا مقدر قد ايه الناس بتتدبح. يعني ناس بتتدبح، واحنا في اثناء ما دخلنا المستشفى مدير المستشفى استقبلنا كويس جدا. الناس البورسعيديه العاديه استقبلتنا كويس جدا. الناس يعني مش هقول متعقله، لكن هقول انها متفهمه الوضع. لكن الناس كلها غضبانه. وطبعا احنا واحنا موجودين في المستشفى تقريبا دخل بتاع حوالي 5 6 مضروبين بالنار. لا بل بالعكس، واحنا داخلين بالاتوبيس، وطبعا مش عايز اقول لكم قد ايه الناس مرعوبه تروح بورسعيد هناك، والامن حاول قال لنا بلاش تروحوا، او يعني مش حاجه امنيه، لكن انا بتكلم يعني لما كنا بنتجمع فجاء الامن لما لقينا في تجمع كبير فسالنا فقلنا له، فحاول ينصحنا ان احنا ما نروحش يعني. اجرنا اتوبيس خاص وطلعنا بيه. واحنا طالعين فطلبت من السواق انه ينزلنا عند المستشفى العام، وده لازم يدخلنا جوه المدينه نفسها. وبصراحه هو كان قلقان وما كانش عايز، لكن انا اشترطت عليه دوت، لان احنا مش معقول هننزل في اول البلد عند الموقف ونتحرك كلنا، مش عارف هنتحرك ازاي.
لكن اللي حصل اوكي ان احنا وصلنا لغايه المستشفى، وكان في حد معانا من الناس الموجوده برضو يعرف ناس من بورسعيد وبلغهم، فبعتوا لنا لجان شعبيه تمشي معانا تامينا لينا. مدير المستشفى استقبلنا كويس، الناس بتاعت اللجان الشعبيه استقبلتنا كويس، مدير محطه السوبر جيت هناك كان شخص محترم جدا واستقبلنا كويس جدا. وبرضه في كذا حد جه استقبلنا برضه في بورسعيد واحنا هناك وفي الجوله بتاعتنا، وفي صديق شخصي ليا برضه جالنا الجوله بمنتهى الامانه. الناس كانت كويسه جدا معانا. انا بتكلم مع الشعب نفسه اللي كان شايفنا قدام المستشفى في نزولنا، كان متصور ان احنا وفد صحفي او ومنتهى الامانه انا متفهم ده قد ايه هم متضايقين. احنا في المستشفى دخل حوالي بتاع 5-6 مضروبين بالنار. بقول لكم واحنا داخلين المدينه نفسها قبل ما نخش على الموقف بتاع بورسعيد نفسه، في حته اسمها الاستثمار. المنطقه دي منطقه صناعيه فيها كميه عمال كتير جدا. طب انا عايز عشان اثبت لكم بالدليل ان الامن بيدعي ان هم بلطجيه كويس. دول موظفين وعمال بتوع منطقه صناعيه كانوا خارجين، حصل اطلاق ضرب نار عليهم من قناصه. انا مش فاهم ازاي، انا شايف بعيني الناس شايله الناس المضروبه وبتجري بيهم، بتجري كوبري، بتجري مسافه. هرجع تاني سريعا للقافله او يعني بعض المواطنين اللي وصلوا النهارده لمحافظه بورسعيد في مبادره سموها لم الشمل. معانا على التليفون المهندسه ياسمين احمد منسقه المبادره. مساء الخير يا باشمهندسه. مساء النور، ازيك يا استاذه ريم؟ انا بخير الحمد لله. اولا يعني احنا دلوقتي قدامنا صور من يعني زيارتكم لمحافظه بورسعيد النهارده. السؤال، دي مبادره يعني شخصيه فرديه من بعض المواطنين المصريين ولا كان ليكوا علاقه بالقافله اللي كانت المفترض تتحرك النهارده ودعت ليها بعض الشخصيات المعروفه والتيار الشعبي؟ والله يا استاذه ريم، هي المبادره اولا انا بوجه تحيه لدكتوره منال واستاذ جورج لان هم كانوا اساس المبادره. دكتوره منال عمر والاستاذ جورج اسحاق ولا؟ بالظبط بالظبط. فاحنا توجهنا، احنا كنا ناس مواطنين عاديين خالص، توجهنا بالنسبه للمواعيد اللي هم قالوا عليها ورحنا في الميعاد وانتظرنا. يعني في ناس حتى جولنا من ميدان لبنان، يعني هم كانوا اعلنوا ان القافله صحيح. يعني انتوا ما كانش وصل لكم انه القافله تم الغائها نتيجه لانه لا ما قدروش يحصلوا على اتوبيسات؟ مفيش حد قال لنا اي حاجه. احنا اعلناها امبارح بس. طيب يعني ما وصلناش اي خبر. رحنا بعد كده يعني فضلنا واقفين كتير، وبعدين بالاتفاق بيننا وبين بعض احنا لقينا نفسنا 27 شخص وشخصه ملناش اي انتماء سياسي ولا بننتمي لاي حزب من الاحزاب، ولا تعرفوا بعض ولا نعرف بعض ولا حاجه. وكنا معانا كميه ادويه كبيره جدا. فطبعا ما كانش ينفع ان احنا نرجع. فاستاجرنا اتوبيس. عرفتوا تجيبوه منين؟ والله توفيق من ربنا يعني. طيب انا بس باشمهندسه يعني بدون قطع كلامك، بس عشان احنا كنا لسه بنسال مراسلنا بهاء الطويل عن مسيره التضامن مع بورسعيد. دي المسيره اللي بتتحرك في شوارع وسط البلد تضامنا مع بورسعيد. بفكر حضراتكم انه التيار الشعبي كان اعلن امبارح عن مسيرات 3 النهارده وبكره وبعده للتضامن مع محافظات القناه 3، وكل يوم لدعم محافظه بعينها. النهارده لدعم محافظه بورسعيد، بكره لدعم محافظه الاسماعيليه، ويوم الخميس لدعم محافظه السويس. المسيره دلوقتي بتتجول في شوارع وسط البلد. احنا معانا على التليفون مهندسه ياسمين ولا معاكي؟ مع حضرتك. اتفضلي. وبالتالي قررتوا انكم تتحركوا بالاتوبيس اللي عرفتوا تلاقوه. الشركه دي ما كانش عندها تعليمات امنيه مشدده بانها ما تسمحش لاي اتوبيس يتحرك لبورسعيد؟ لا والله، يعني انا على حد علمي ان الناس رحبوا بالفكره وادونا الاتوبيس وبس، واتحركنا ورحنا لبورسعيد.
ما كانش عندكم اي تنسيق مع اي حد من اهالي بورسعيد خالص؟ يعني شديتوا الرحال كده واتكلتوا على الله. بالظبط، وقلنا ان احنا اول حاجه هنتوجه للمستشفى العام. طيب سؤال بس، سؤال يبدو يعني يبدو ساذج بس مهم، الاتوبيس مكتوب عليه القاهره مظبوط؟ بالظبط. طيب اتعرضتوا لاي نوع من انواع المضايقات ده اللي انا عايزه اقوله او الاعتراض لطريقكم وانتوا داخلين؟ اتفضلوا. لا بصي، احنا رحنا في ساعه ذروه، يعني احنا رحنا كان في اشتباكات جامده جدا عند المينا، ومع ذلك الاتوبيس واضح جدا ان هو من القاهره، ما حدش اعترضنا. ده اللي انا عايزه اقوله وده اللي انا عايزه اوصله للناس. ده مهم جدا طبعا، ان بجد يا ريت كل يوم ناس تروح. استاذه ريم، انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا. بورسعيد اللي بيحصل فيها فوق تخيل اي حد، واكتر من اللي بنشوفه على الفضائيات. بورسعيد بقت دمار، وانا اسفه اللي بقول كده ومش عايزه اسبب احباط للناس. احنا بعد اللي شفناه بعينينا قررنا ان احنا هنقول لكل اصحابنا، لكل اصدقائنا، اللي هنقدر هنعمله مع مدن القناه عموما، علشان الناس دي محتاجه ان هي تحس ان احنا حاسين بيهم. طيب وبالتالي فدي دعوه للانضمام لمبادره لم الشمل اللي هي بدات ب 27 واحد ما يعرفوش بعض، لانها تكون مبادره حقيقيه شعبيه فعلا لمسانده المحافظات الثلاثه. انا اتمنى اي حد بيسمعنا او بيشوف حضرتك دلوقتي ما حدش يسمع لاشاعات. الناس قابلونا كويس جدا جدا، الناس محتاجه طبطبه، الناس محتاجه كلمه حلوه، الناس محتاجه تحس ان هم مدعومين بينا، والناس عايزه تحس ان احنا بجد اخوات، احنا شعب واحد، دم واحد. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا مهندسه ياسمين احمد، اللي هي بالصدفه النهارده اصبحت منسقه لمبادره اطلقوا عليها مبادره لم الشمل، بدات بمسانده اهالي بورسعيد، ويعني ربما تمتد لمسانده اهالي مدن القناه جميعا، اللي اكدت عليه المهندسه ياسمين وبشده انه ما فيش اي نوع من انواع الاعتداء عليهم او حتى الاعتراض على طريقهم، بالعكس المؤكد انه اهالي بورسعيد زي اهالي السويس زي اهالي الاسماعيليه زينا كلنا محتاجين ان احنا يعني ندعم بعض ونشد حيل بعض، مش نجري من وش بعض. يعني انا مش فاهم، انتوا بتنتقموا من اهل بورسعيد، بتنتقموا من اهل الاسماعيليه، بتنتقموا من اهل السويس. اوكي، الحجر الاولاني للبلد، المصد الشرقي للبلد، ومش هتقدروا تعملوا معاهم حاجه. انا بقول لكم لان دول كسروا العدوان ووقفوا في وشه، فلا لا في داخليه هتدبح فيهم، ولا في اخوان، ولا حد هيقف قصادهم. هم فعلا ونعم الرجاله. رجوعا تاني لموضوع ضرب النار، انا هثبت لكم بالدليل. اوكي، من اول يوم تم اطلاق نار من فوق سطح السجن عشان استفزاز الناس. الضابط الله يرحمه احمد البلكي والامين هاني، الاثنين اتقتلوا قبل النطق بالحكم، فده كان شيء مدبر عشان تبقى دي الشراره الاولانيه للاحداث اللي بتحصل. مليان موجود بلطجيه موجوده في بورسعيد. ما هماش من اهل بورسعيد، وان كان طبعا انا ما اعرفش كل اهل بورسعيد، لكن انا ده حسب ان انا تعاملت معاهم وتعاملت مع شريحه كتير هناك، وبحب اروح اقعد كتير هناك، فانا اعرف مجموعه كبيره. اللي انا عارفه ان البلطجيه جايه من المنزله ومهربين السلاح طبعا في مراكب، وعلى حد معرفتي بالداخليه بعلم الداخليه، وكل ده ما علينا، خليني ما اخدش في المواضيع دي. طيب، بالنسبه للحكم القضائي بالدليل هثبت لكم انه في غلط وفي الادله اللي متقدمه، واعتقد من حق الناس انها تبقى متضايقه زي ما انا متضايق على اللي هم بيقولوا 74 في الالتراس، هو اكتر من 74، هم 100 حاجه و70، الله يرحمهم جميعا. برضو متضايق ان ما بقاش
ما يبقاش حكم عادل عشان تقتل او تاخد القصاص من الناس اللي عملت الجريمه دي فعلا، ويتحط فيها ناس تانية ما لهمش ذنب. انا ما بقولش الكل، انا ما اعرفش الكل، لكن انا عندي الدليل وهقدمه لكم في الشريط دوت. ولد ملوش اي ذنب باي حاجه. الولد كان موجود في صفوف النادي الاهلي، هو بورسعيدي، كان موجود في صفوف النادي الاهلي بيشجع مع النادي الاهلي، اتحط اسمه ان هو من الناس بتوع النادي المصري اللي هاجموا وقتلوا ناس وواخد حكم باعدام. غريبه بصراحه يعني، ابقى انا رايح قاعد في مدرجات الاهلي وبتفرج على ماتش الاهلي وانا اهلاوي، فبس مجرد ان انا من اهل بورسعيد فخلاص بقيت انا كده قاتل ويتحكم عليا بالاعدام. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب تعالوا نطلع نشوف الفيديو. هو اللي حصل في البوابه اللي حصل ان انا قبل الماتش ما يخلص بدقيقتين نزلت عند البوابه تحت عادي، يعني كنت زعلت من الاهلي اتغلب وكده، فنزلت عند البوابه تحت، فالبوابه كانت مقفوله، فانا ندهنا بتوع امن المركز اللي واقفين بعيد كده، قلنا لهم تعالوا افتحوا القفل بتاع البوابه، قال لك طيب الظابط معاه المفتاح وجاي دلوقتي. وبعدين وقفنا حدود دقيقتين بالظبط، طلعت زحام شديد جدا على البوابه، خنقنا بدرجه ما كناش قادرين ناخد نفسنا، سلمات وقت كده في البوابه قبل ما تقع واللي بقى يغمى عليه. شفت حد من زمايلك مات قدامك؟ هو انا من هنا ما اعرفهمش بس انا شفت ناس في المدرج كانوا بيشجعوا جنبي وشفتهم ماتوا. يعني انا شفت ناس فوق في المدرج وما نزلت تحت شفت ناس منهم ميتة. شفت حد بيضرب؟ انا كنت في البوابه بقى تحت، انا كنت اول واحد في البوابه، اما البوابه وقعت انا نزلت تحت، قعدت اشد في الناس كده، شديت كذا واحد كده وطلعتهم، اللي يطلع نسيبه على جنب كده ونشوف غيره. وبعدين لما شفت المنظر يعني ببص فوق كده لقيت ميتين كتير قوي، ما قدرتش اقف على رجلي وهم عليا، دخلت اوضه اللعيبه. دخلت اوضه لعيبه النادي الاهلي؟ دخلت اوضه لعيبه النادي الاهلي، والكابتن احمد متعب جاب لي ميه هو والكابتن ابو تريكه، كنت قاعد هناك وقال لي استنى هنطلع سوا كلنا مع بعض. انا بقى خرجت عشان اشوف دول، احنا كنا مع بعض بس اتفرقنا. طلعت عشان اشوف اخوك؟ اخويا واثنين اصحابي، احنا اتفرقنا، طلعت عشان اشوفهم، اخدتهم ومشيت. انا كنت ساعتها بقى بعيط من المناظر اللي انا شفتها وكده، اخدتهم ومشيت كده قدام. 4 نزلوا علينا بالبوكس، مسكونا في ايه قاموا اخدنا البوكس، ودونا اسم المناخ بورسعيد. بعدين بقول له وقفت هناك شويه فتشونا واخدوا منا الموبايلات والفلوس كل حاجه، وقال لي انا تبع جماهير الاهلي، ضربني بالقلم كده على وشي وقال لي بلا اهلي بلا مصر، وقال لفظ مش كويس. اسمع، احد المتهمين في القضيه الهاربين، اتهامي انا ما اعرفش لغايه دلوقتي، كل اللي انا اعرفه ان اتهامي كان رشق بالحجاره زي ناس تانية، تحرياتي غلط، اسمي محطوط غلط، رحت النيابه اكتر من مره عشان اسلم نفسي، في وكيل النيابه في اول مره تعاطف معايا وقال لي الاسم غلط. تاني مره طلعت فوق للمحامي العام، والمحامي العام مشاني وقال لي الموضوع مع الناس دي وقت وحبسه وقت، مع باب العلم للمحامي بتاعي اصلا الشخصي قال لي ما تقولش الكلام ده، يعني ما تقولش للمحامي العام مشاني، عشان طبعا انا كنت طالع بشوك كتيره وناس كتيره، والمحامي العام قال لي انت شكلك جاي غلط، والناس المحبوسه دي محبوسه مساله وقت عشان تهدي الراي العام.
وانا مش عارف مصيري، هل ما يكون انا مصيري زي ما يكون مصير الناس اللي ممسوكه ابرياء واخدت اعدام واستنى زيهم الاعدام، ولا اودع عيالي واستنى اعمل ايه؟ ده اللي انا عاوز اوصله له. لو هو محمد مرسي فعلا بيوصل للناس دي اللي هو بيراضيها او قضيه سياسيه عشان يمحي الدوله، يمحيها، بس مش على حساب ارواحنا. الناس اللي بتموت كل يوم في الشارع دي حرام عليه، حرام عليه. حكم حسني مبارك هم عشان هو وقتل الثوار، بس هو حاسب نفسه اللي هو بيقتل الناس دلوقتي وبيقتلهم في الشارع في كل مكان. انا واحد متهم وهارب زي ما هم بيقولوا عليا متهم. لو حد فيهم يعرفني او شافني او يعرف عني حاجه يبقى يجي ويجيب لي دليل واحد بس اللي انا كنت متهم او قتلت واحد فيهم او اعرف عن حاجه عن واحد فيهم. كل مشكلتي اللي بين الشوطين نزلت اخلص بين الاثنين، يعني واحد من الامن وواحد فرد من النادي المصري، الاثنين اشتكلوا مع بعض، خلصنا بينهم واخدنا بعضنا ومشينا. ما قعدتش اكتر من كده، وانا راجل موظف في الاوقاف وامام مسجد، مش عوضلاجي. لحظه كانت لحظه عذاب على اي واحد بورسعيدي في الدنيا كلها ساعه نقطه الحكم. طبعا كلنا كنا مستنيين نقطه بالحكم ده، وما كناش متوقعين الحكم بالاعدام، بس الحكم الظالم ده. الناس حكموا بالاعدام، الناس بدات تتجه على السجن عشان تشوف ايه اللي هيحصل، وناس كانت بتتفرج على الحكم في المحكمه، وهي في المحكمه الناس زغرطت، وفي نفس الوقت في بورسعيد الناس بتموت. عشان ايه؟ عشان الداخليه اول ما كانت حكم والناس بدات تروح عند السجن، بدات الداخليه تضرب في الناس، تضرب في ابرياء، في ناس ملاش اصلا في القضيه، اللي طالع من شغله زي واحد راح النادي بتاعه والنادي جنب السجن اتقتل ومات، زي شاب ماشي، زي راجل عاجز ماشي اتقتل ومات. بعد كده الناس كانت في هستيريا، حكم اعدام على ناس ابرياء. لو ما كانتش بورسعيد كلها عارفه ان الناس دي ابرياء والداخليه هي اللي عاملاها، ما كانتش نزلت في الشارع وصوتت وماتت من غير ذنب. بعد كده اخذت الناس تاني يوم راحت عند الاقسام، وهم ماشيين عند الاقسام محصنين نفسهم وعمالين يضربوا بالناس بالنار، ضرب النار حي. وزير الداخليه بيقول لك ما فيش طلق النار حي. او انت حضرتك واقف قريب من الاسم، بيننا وبين الاسم شارع، وسامع ضرب النار. هل ده مش من الداخليه ولا ده بلطجيه؟ واللي عنده 9 سنين ده بلطجي، واللي ماشي راجل لعيب كوره ده بلطجي ومات؟ هي دي بلطجيه؟ لو هم دول البلطجيه يبقى هم الداخليه البلطجيه، مش احنا البلطجيه، مش الشعب هم البلطجيه، مش الناس اللي في السويس هي البلطجيه، الداخليه هي البلطجيه. هتفضل طول عمرها كده مش هتتغير. وانا بقولها للدكتور محمد مرسي تاني، الداخليه دي اللي كانت بتحبسك، الداخليه دي اللي كانت بتحبسك، النهارده انت بتسقف لها عشان بتقتل الناس وبتقتل الابرياء، وانت تستحق زيهم. انت معاهم، انت مش مع الناس، انت اتحالفت معاهم عشان يحموك مش عشان يحموا الناس اللي بتموت في مصر وفي اسكندريه وفي السويس وفي اسماعيليه وبورسعيد وفي جميع انحاء الجمهوريه، دول ذنبهم في حقك انت اللي هتتحاسب عليهم يوم القيامه. انت بتقول راجل حافظ القران، لو حافظ القران فعلا تحكم بين الناس بالعدل، تخلي القضاء قضاء عادل مش قضاء سياسي، مش قضاء وده ولا داخليه تحكمها فينا. حكم القران والدين فينا، مش اللي يتحكم فينا بشر. احكم بالعدل بين الناس، واعرف كويس اللي الداخليه اللي بتضرب النار وهي اللي بتموت الناس، ومفيش حاجه اسمها الثوار بتموت، ده شعب بيموت، مش واحد طالع، واحد قاعد في بلكونه بيتضرب وبيموت، واحد ماشي بيموت. هتفضل لغايه امتى؟ انت اخوان، والاخوان معروف ايه، ومش عاوز اتكلم اكتر من كده على الاخوان، لكن كل الاخوان في مصر كلها عارفه الاخوان ايه، وعارفه اسلوبهم وعارفه طريقتهم، وكانوا بيتحبسوا عشان السلطه، وناس كانت بتتحبس عشان اكل العيش، وانتوا كنتوا بتتحبسوا عشان السلطه بتاعتكم، والناس دي بتموت في النهارده برضه عشان انتم مش عشاننا، ودخل الجيش عندنا عشان يحموا ممتلكاتكم مش عشاننا. ومش هقدر اتكلم اكتر من كده، وانا مستني يوم 9/3 حكم عليا. هل اللي يكون الحكم عليا بالاعدام زيهم عشان الظلم؟ هستناه. شايف ارفع كده الكاميرا على الكاميرا، شايف اللي يشوف شويه ده، شايف شويه ده، ورا واحد يضرب يا جدعان.
احنا دلوقتي بنناشد الناس المسلمه، حسبي الله ونعم الوكيل في محمد مرسي وحكومته والاخوان. انا راجل مغسل 12 حاله في مستشفى الزهور، ومغسلين 8 في الحميات، وغير الاميري وغير ال سليمان عملوا ايه ده؟ فين البلطجي اللي انت بتكلمنا عنه؟ البلطجي ده شغلتك انت اللي تجيبه ولا بعت امي تجيبهولك؟ وكل واحد دلوقتي تموته عابر سبيل مسلم تقول لي بلطجي؟ طب تعالى شوف الوجوه، اقسم بالله انا راجل مغسل وبحس بحسن الخاتمه، اتمنى نفسي اللي انا كنت معاهم، لان كل ما اطلع اخ مسلم اغسله هتلاقي طلع من وشه نور بسم الله ما شاء الله، يدل اللي هو ميت غد وميت ظلم. لو ما كانش ميت غد وميت ظلم يا محمد يا مرسي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. القصاص امام الله منك، حق الشهداء وحق الناس اللي Local people in Port Said alert Euronews correspondent Mohammed Sheikh Ibrahim to the presence of a sniper. The orange ambulance is believed to be evacuating someone he's just wounded. It's claimed that minutes before our cameraman filmed these scenes, 4 civilians were injured by the sniper's bullets. Attention is drawn to a building further down the street where the shooting is coming from. There are snipers, cries this man. They're killing people. Others point out what appear to be spent cartridges. A closer look singles out a barred window in a low-rise building. A figure can be seen peering out. He's wearing a black mask, what looks like a camouflaged vest, and appears to be holding a gun as he scans the street outside. The man's presence raises more questions than it answers. Who is he? Police? Army? Some kind of militant? Our correspondent, who was taken to see more damage apparently caused by a sniper, says Egypt's military have not intervened in the violence, rather they've been protecting buildings important to the state. اخيرا بعد ما شفنا الفيديو وشفنا مجموعه الفيديوهات بتاعت القناصه، رساله لكل اهل بورسعيد من ابن ليكم في مصر. احنا بنحبكم، انتوا اخواتنا واهلنا، ومفيش حاجه اسمها حد هيفرقنا ولا حد هيعزل بورسعيد. وعلى جثثنا لو اتعمل فكره المشروع بتاع القناه دوت انه تاخدوا قطر على جثثنا، قلبي عندكم، والبقاء لله. بعزي كل اهل بورسعيد، وبشكر كل الناس اللي ساعدتنا في بورسعيد وقفت جنبنا، وبعتذر للناس اللي ممكن تكون اتأذت مشاعرها لما كنا احنا موجودين هناك وتصوروا ان احنا جايين كصحافة او ايا كان، وانا متفهم دوت، واعتقد ان المجموعة كلها متفهمة. ربنا يتقبل مننا ويرحم امواتنا جميعا وشهدائنا، وربنا يخلص مصر على خير من الوباء اللي هو فيها دلوقتي. استبداد والظلم، لكننا لسه في النظام البائد. من النهارده بورسعيد مش هتموت، بورسعيد هتفضل يا رئيس مرسي، بورسعيد هتفضل يا حزب الحرية والعدالة، بورسعيد هتفضل صامدة قدام الدنيا كلها يا اخواني مسلمين. وهكسر الكارنيه بتاعكم بتاع حزب الحرية والعدالة اللي انتوا بتضحكوا بيه على الناس اهو.
ليا مين؟ ليا مين غيرك يا بلدي؟ ليا مين؟ يلي علمتيني ايه معنى الحنين، انت اللي ارضك طيبة والغربة فيكي قريبة، وحنينا على قلبنا طول السنين. ماشيين يا بلدي سكتك، حريتك، حريتك هي الطريق، بالصبر والرأي الجريء، بالحب، بالحب يا بلدي ولادك مخلصين. وشرفك يا بلدي، وشرفك يا بلدي لا تبقي، حياتك هي عمري وقدرك هو قدري. حرية، حرية على طول الزمان، حب وسلام في أي مكان. وشرفك يا بلدي سحابة وتعدي، وبرضه انت بلدي مهما عملوا يا بلدي فيكي، احنا ليكي، احنا بيكي، ده احنا ياما خدنا منك. فيها ايه، فيها ايه لو يوم نديكي. كلمات الشاعر سيد مرسي، أداء صوتي أحمد نبيل.